علي كلاي بقى من الدراويش. اهلا بيكم. وعنوان حلقتنا النهارده هو ملخص مسلسل علي كلاي الحلقة 22. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك. يلا بينا. الحلقة بدأت لما علي بدأ يتدروش بعد موت روح، وفضل قاعد في قبرها مش بيتحرك. فعلا كان موجوع جدا، وكان في مشهد مؤثر جدا. وبعدها ساب المقابر وهو ماسك شنطة روح، ونزل ينام على الرصيف في وسط البلد، وهو بيحلم بكل كلمة كانت روح بتقولها له. وبنشوف ميادة بتلعب على سيف ومنصور وتقول لهم إنها حامل. أما صفوان فراح لمعلم عظيمة وسأله روح اتقتلت إزاي، وقال له لو ليك يد في موتها هقتلك. وصفوان قرر يتوب وقرر يبدأ حياة من جديد، ودخل الجامع يصلي وبيسأل الشيخ هو أنا ممكن ربنا يسامحني، ويقول له طبعا. وبيروح يسأل على علي كلاي في التوفيقية. وبعد كام شهر ميادة بترجع ومعاها طفل، وتقول إن ده ابنها، وسمته نصر سيف منصور. وفي نفس الوقت علي بيتخبط بعربية عشان يتسرق ويحصل ليه ارتجاج في المخ وينتقل إلى المستشفى. ونكتشف إن علي كلاي كان كاتب الأرض بتاعة دار الأيتام باسم مراته روح، لكن ألمظ ومنصور عايزين ياخدوها بالعافية من آل روح، وقرروا يروحوا لهم ويضحكوا عليهم. وفي مستشفى كاميليا بتروح لعلي وتشوفه ضايع ومكسور، ويقول لها روح راحت سابتني، لو انا غالي عليكي خلوهم يدولي حقنة هوا، عاوز اروح لمراتي وابني يا كاميليا، مش عارف اعيش. وساعتها كاميليا تنقذ علي وتاخده عندها البيت، ويعملوا مشهدين من اجمل المشاهد في الحلقة. برافو رحمة محسن، هو ده التمثيل بجد. انت بقى من وجهة نظرك روح ماتت ولا لا؟ قول لي يا عم.